انسيلي بقى اي طريقة للكبدة وجربي معايا الطريقة دي. لو عملتي الكبدة بالطريقة دي مرة واحدة متأكدة ان انت هتعتمديها وهتنسي اي طريقة تانية. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت حلو، ويلا بينا نصلي على الرسول ونبدأ مع بعض الفيديو. اول حاجة هنبدأ بيها وهي تتبيلة الكبدة. هنزل في الكبة ب10 فصوص من الثوم وفلفلاية خضرة كبيرة، ولو الفلفل بتاعك صغير استخدمي 2. هفرمهم في الكبة وبعد كده هنزل بيهم في طبق، وهنزل عليهم بعصير ليمونة كبيرة ومعلقتين كبار من الخل. هنزل عليها كمان بمعلقتين صغيرين من الكزبرة ومعلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود. هقلب بقى التتبيلة مع بعضها لحد ما كل المكونات تختلط مع بعض. هروح بقى للكبدة بتاعتي وانا مستخدمة نص كيلو من الكبدة متقطعة شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن تقطعيها اي تقطيعة بتحبيها، يعني حابة تقطعيها شرايح بالشكل ده تقطعيها شرايح صغيرة زي ما انت حابة. هنزل بقى بنص التتبيلة اللي احنا عملناها على الكبدة، والنص التاني هنسيبه على جنب وهقول لكم هنعمل بيه ايه. بايديا بقى هدعك التتبيلة كويس في الكبدة، وهسيب الكبدة في التتبيلة لمدة نص ساعة علشان تشرب طعم التتبيلة، بس مش هطول عليها اكتر من كده علشان ما تتهريش معايا وطعمها يغير. بعد بقى نص ساعة جبت صينية ألمونيوم او طاسة ألمونيوم اللي متوفر عندك، ويستحسن تبقى ألمونيوم عشان هتدي طعم حلو للكبدة. لو مش متوفرة عندك خلاص، ولكن لو عندك استخدميها. نزلت عليها بربع كوباية من الزيت، ونزلت كمان بقطع من الدهن او اللي متقطعين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبدأت ان انا اقلبهم في الزيت لحد ما يتحمروا شوية وينزلوا السمنة بتاعتهم. لو ما عندكيش دهن او ليا ومش متوفر عندك انزلي بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي. بعد بقى ما ريحة الدهنة كده طلعت والصينية بتاعتي سخنت كويس، نزلت بنص التتبيلة اللي انا قلت لكم سيبوها على جنب، واديتها كده تشويحة مع الزيت والدهن. مجرد ما ريحة التتبيلة تطلع هنزل بالكبدة بتاعتي، ومش هقلبها ولا هحركها خالص غير لما تمسك نفسها وتتشمع وتاخد لون. اول ما الاقيها خدت لون هبدأ ان انا اقلبها على الناحية التانية، واول ما الاقيها خدت كده لون من ناحيتين ووصلت للمرحلة دي ادخل كده فيها الشوكة بتاعتي. لو لقيتها استوت يبقى هي كده تمام. والكبدة ما بتاخدش وقت على النار، ولازم كمان تتسوى على نار عالية. وبس كده الكبدة بتاعتي بقت جاهزة. بدأت بقى ان انا زين الصينية بتاعتي بشوية من البقدونس، وطبعا مش هننسى طبق الطحينة الاساسي معانا في الاكلة دي، وشوية بقى العيش البلدي السخنين، ونعمل احلى سندوتش كبدة. متأكدة ان انتوا لو جربتوا الكبدة بالطريقة دي هتعتمدوها وهتبطلوا تعملوها بالطريقة التقليدية. واتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم اسراء، سلام.